السلام عليكم. لا تحاول أن تفهم أفلامي، فقط أشعر بها. دي الكلمة اللي قالها كريستوفر نولان لما واحد من الفانز سأله أنا ما بفهمش أي حاجة من الأفلام بتاعتك دي. فنولان رد عليه الرد ده ببساطة: ما تحاولش تفهم أي حاجة، فقط سيب نفسك واشعر بالأفلام دي واستمتع بيها. ودي ببساطة ممكن نقول إنها إجابة سريعة جدا لأي حاجة متعلقة بالأفلام. هل الأفلام بتتحس ولا بتتفهم؟ ده سؤال ببساطه الواحد ساله لنفسه وما كانش لاقي له اجابه، ولكن بعد كده فعلا وصلت الاجابه ان فعلا الافلام ما بتتفهمش، الافلام دي بتتحس. بتسيب نفسك الساعتين او الساعه ونص او الثلاث ساعات اللي انت بتتفرج فيهم على الفيلم ده وبتنطلق في هذه الرحله. سيب نفسك لكل حاجه واقفل دماغك وحاول تستمتع بالفيلم. هي دي ببساطه فكره الافلام. تعال بقى نتكلم واحده واحده كده ونشوف فعلا ليه الافلام بتتحس ما بتتفهمش. My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it. الافلام زي ما كلنا عارفين هي مش بس قصه وسرد وخلاص، لا، الافلام هي تجربه متكامله من حاجات كتير جدا. الافلام هي اداء تمثيلي، قصه، كتابه، حركات كاميرا. ممكن حركه كاميرا تديك شعور مختلف عن الحركه اللي قبليها، ممكن كاميرا بس توصل لك شعور من غير ما تتكلم ومن غير ما تعمل اي حاجه. ساوند تراك، حاجات كتيره جدا موجوده في الفيلم بتديك هذا النوع من التجربه اللي انت بتتفرج عليها. وعشان كده الافلام مش شرط ان انت تحاول تفهم كل تفاصيل الفيلم، مش شرط ان انت لما تتفرج على فيلم تحاول ان انت تفهم كل حاجه وتفهم كل الاستر ايجز وتفهم المخرج ده يقصد ايه والكلام اللي هما بيقولوه ده قصده ايه والكوانتم فيزيكس. ولا في اوبنهايمر انا لازم اركز في كل الكلام، انا لازم اركز في اسماء الشخصيات، انا لازم اركز في الفيزياء اللي هم عاملين يقولوها عشان احاول افهم. صدقني انت لو عملت كل ده انت هتنسى الهدف الاصلي من الفيلم، او الهدف الاصلي ان انت بتروح ليه تتفرج، وهو الهدف الاساسي للافلام دي اصلا، وهي المتعه. واحنا ليه بنتفرج على افلام؟ عشان نستمتع، عشان ناخد تجربه فريده من نوعها. مش شرط المتعه اللي بتكون اسمها متعه متعلقه بالسي جي اي الجامد جدا، او مثلا تتفرج على فيلم زي افاتار سي جي اي مش طبيعي، او مثلا افلام مارفل او دي سي او الكلام ده كله اللي هي افلام فانتزي خيال علمي فيها الابطال الخارقين اللي انت بتتفرج عليهم. مش ده شرط بس المتعه. المتعه ممكن تكون في فيلم وصل لك شعور بشكل معين، وصل لك تجربه جامده، وحاول يوصل لك احاسيس شخصيات. فانت لما تحاول تخش في فيلم عميق مثلا، او فيلم ضخم، او فيلم جامد جدا فيه تفاصيل كتير جدا، وتحاول تفهم كل التفاصيل دي، بيفقد الفيلم رونقه ومعناه، وبيفقد الفيلم ده اهم حاجه بتميزه، وهي ان انت تستمتع بيه. لان ببساطه ده مش فيلم، مش محاضره، ده فيلم مش فيديو تعليمي. اهم حاجه انك تستمتع. فعشان كده الطريقه الصحيحه اللي انت تتفرج فيها على الفيلم هي انك تسلم نفسك وروحك وعقلك ودماغك كلها للفيلم، وتحاول تستمتع بكل تفصيله في الفيلم ده. لو استمتعت بتفاصيل الفيلم ببساطه هتفهم الفيلم ده وهتطلع مبسوط منه. ومش شرط يا سيدي ان في اول مره انك تطلع فاهم كل حاجه وتطلع فاهم الدنيا كلها ومقفل الفيلم ده. وبص انا لو حد سالني في اي تفصيل الفيلم ده دلوقتي، بص انا هجاوب. استمتع بالفيلم واستمتع بالفرجه الاولانيه. ودايما الافلام الحلوه هي الافلام اللي بتتشاف اكتر من مره، والافلام الحلوه هي الافلام اللي لما تتفرج عليها مره واثنين وثلاثه تفضل تكتشف حاجات جديده. لان هي دي السينما، هي دي الافلام، هي دي كيفيه تصنع فيلم سينمائي ناجح. عشان كده الفتره اللي احنا عايشينها دي فيها افلام ما فيهاش روح. الافلام 90% منها هي افلام مصمطه، افلام جافه، افلام معموله كده مقاوله وخلاص، اللي هو يلا بينا نعمل فيلم، يلا نقاول كده نعمل حاجه. تحس ان انت بتتفرج على حاجه اللي هو ايه، يا عم اديني الخلاصه وخلاص. اللي هو انت بدات الدقيقه الاولانيه، انت عاوز توصل للدقيقه الاخيره عشان تعرف هيحصل ايه في الاخر. اللي هو الفيلم بدا معاك بقصه بتاع مش عارف ايه، المنتصف ده بقى انت مش عايز، انت مش مهتم باي حاجه. ودايما بيتكروت، بحس ان هو دايما المنتصف ده في الافلام، او غالبيه الافلام اللي بتنزل دلوقتي نص الفيلم دايما بيتكروت. يعني بدايه الفيلم ممكن تبدا كويس قوي، ممكن تنهي كويس قوي، تحس اللي في النص، الحبه بقى اللي في النص دول كده ناس كتيره جدا بتكروت. وده راجع لاسباب كتير، ولكن اهم سبب من الاسباب دي وهي ان الافلام دي ما فيهاش روح. تحس ان فعلا الافلام دي معموله مقاوله، الافلام دي معموله يلا بينا نعمل كام فيلم، نجيب لنا كام بطل، نعمل لنا كام صوره، نعمل بتاع مش عارف ايه، عشان نعمل حاجه كده تجيب لنا فلوس وخلاص. لان طبعا بعد سنه جامده جدا، سنه 2019 كان فيها ملايين، كان فيها كميه افلام مش طبيعيه، كان فيها حاجه عظيمه جدا، كان فيها صعب جدا ان انت تطلع تقول ان الفيلم ده كان احسن فيلم في السنه. وفعلا الاوسكار لما 2019 لما اتاخدت لبيست بيكتشر وكان فيلم باراسايت، ما حدش طالع زعلان. ولو كان اي فيلم تاني غير باراسايت كسب ما كانش حد هيتضايق. كانت سنه غنيه جدا وجميله جدا ومليانه مخرجين تقال كمان اشتغلوا، وحتى الافلام اللي اشتغلوا عليها كانت افلام حلوه جدا. بعد كورونا واللي حصل في كورونا بعد كده شفنا ان فعلا حصل خسائر كتيره جدا، في افلام اتاجلت، في افلام اتعملت، فبدات تيجي حته اللي هو ايه، يلا بينا نعمل افلام بسرعه، عايزين نعوض المكاسب اللي احنا بنكسبها، يلا بسرعه 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 بسرعه. فتحس ان
بقى في رضاءه في الكتابه، بقى في استعجال، بقى في نوع من انواع الكروته، بقى في فجوه كبيره جدا ما بين صناع الافلام وبين الافلام. تحس ان الافلام معموله ممكن يكون صانع الفيلم ده ما هوش راضي عنها بنسبه 100%. وبقت في ظاهره جديده جدا، وهي ان افلام كتيره جدا بقت عاديه، اللي هو الفيلم اللي انت تتفرج عليه عادي. يعني انا شفته 90,000 مره قبل كده، اللي هو صعب جدا ان انت تيجي في سنه تقول ده كان فيلم مش طبيعي، ده كان فيلم بقى تحس ان كل الليفلات قريبه من بعضها. ده برضو بسبب فكره الاستريمنج سيرفيسز، ان كل المخرجين بقوا خلاص دلوقتي بيروحوا ضامنين فلوسهم، ضامنين حاجاتهم، ضامنين ان هم مش هيخسروا، بيروحوا يستثمروا في الاستريمنج سيرفيسز، يطلع لهم شويه فلوس مضمونه. هم ضامنين ان هم اي حاجه هيعملوها واخدين العائد بتاعها، مش مستنيين شباك تذاكر، مش مستنيين اي حاجه، مش مستنيين جمهور. وبعد كده يشوف الفيلم يحس ان الفيلم لا يعني ده التريلر كان احلى يا عم، فيلم ايه ده. عشان كده فيلم زي اوبنهايمر هو انقذ، وفعلا هو كان فيلم مهم جدا، هو كان احلى فيلم ممكن من ساعه 2019. احسن فيلم فعلا نزل الفتره دي كان فيلم اوبنهايمر. فيلم جامد جدا، فيلم عبقري جدا، فيلم فعلا كان فيه روح. تحس ان كل الممثلين اللي كانوا شغالين على الفيلم ده هم حابين ان هم يشتغلوا، وكلهم كانت اسماء تقيله وطلع منهم اداء. تحس ان الفيلم ده انقذ السينما مره تانية، خلى الناس لا في افلام يا عم نستحق ان احنا ندفع ونروح. في افلام وفي ناس لسه شغاله وبتعمل افلام تقيله جدا. وانت لما تتفرج حتى على فيلم اوبنهايمر وما تحاولش تفهم اي حاجه بقى في الفيلم ده كده، وتسيب دماغك وتتفرج وتستمتع وبتاع ومش عارف ايه، هتستمتع بالفيلم ده بنسبه 100%، واضمن لك ان انت هتطلع مبسوط جدا من الفيلم ده. انا كريستوفر نولان بصراحه يعني لو هنيجي نتكلم عليه، انا من المخرجين ان انا ما بحاولش افهم افلام. انا بخش فيلم كريستوفر نولان بقفل دماغي، بحاول اعيش جوه اجواء الفيلم، بطلع من الفيلم ده مبسوط. لما بتفرج عليه مره واثنين وثلاثه بتكتشف بقى حاجات مره ثانيه، بتكتشف النقطه دي، بتكتشف الجزئيه دي، بتكتشف مش عارف ايه، بتفهم كان قصده ايه هنا، كان قصده ايه الكلام ده. لكن لما من اول دقيقه في الفيلم انت عايز تركز وتفهم، والله دماغك هتوجعك. عشان كده فيلم زي تينت واحد من اكتر الافلام اللي نالت نقد من افلام كريستوفر نولان، لان الناس حابه تفهمه، هو مش معمول عشان يتفهم. واتكلمنا قبل كده عليه الموضوع ده. فيلم برضو انا بحبه جدا، والناس كتيره جدا بتقول عنه ان هو فيلم خرافي، وهو فيلم بالب فيكشن مثلا بتاع كوانتين تارانتينو. فيلم زي بالب فيكشن لما انت تيجي تتفرج عليه، ايه قصه الفيلم؟ ما انتش عارف. طب الفيلم بتحاول تفهم منه ايه؟ برضو ما انتش عارف. ايه مغزى الفيلم؟ برضو ما انتش عارف. طب فيلم حلو؟ محدش يقدر يتكلم. ليه؟ عشان لما الناس حبت انها ما تشغلش دماغها في الفيلم ده، واللي هو يلا يا عم نعيش ونستمتع بالقصه وخلاص، الناس استمتعت وفعلا لقت منتج ممتع. وفعلا الفيلم هو بيعاملك كده، اقفل دماغك، سيب لي دماغك بقى، تعال نستمتع مع بعض بالفيلم ده. دي حته بيعرف يعملها كوانتين تارانتينو بشكل عبقري. يعني انت لما تتفرج على اي فيلم من كوانتين تارانتينو وتحاول تخش جوه الفيلم ده، انت بتستمتع. ما عدا وانس ابون تايم ان هوليوود بالنسبه لي. يعني الافلام الوحشه بس هي اللي انت لما بتتفرج عليها وتحاول تعمل كده، لما بتفصل من الفيلم، هي دي بتكون الحاجه اللي بتبقى بينك وبين الفيلم ده، هي اللي ايه، هذا فراق، خلاص انا كده فصلت. عشان كده جوده الافلام بتقل، بسبب ان الناس اللي بتعمل الافلام دي هي عايزه تعمل افلام ميد، مش عايزه تعمل افلام بروح، مش عايزه تعمل افلام تحسسك بحاجه، عايزه تعمل افلام عاديه مجرد ان احنا نجيب فلوس وخلاص. وده طبعا سبب وقوع مارفل حاليا، وسبب وقوع دي سي طول حياتها يعني. فعشان كده يا صديقي، عشان تحاول تستمتع بالفيلم بنسبه 100%، لازم تسيب نفسك للفيلم ده، لازم تقفل دماغك وتخش جوه عالم الفيلم ده. بعد كده انت لوحدك هتعرف تطلع من الفيلم ده وتقول هل الفيلم ده كان وحش ولا كان حلو، من غير حتى ما تقول بقى تفاصيله وبتاع ومش عارف ايه. انت لوحدك لو دخلت جوه تجربه الفيلم ده وطلعت منها مش حاسس بحاجه، ده معناه ان الفيلم ما قدرش يلمسك، وده بنسبه كبيره معناه ان الفيلم مش حلو. انا ما بحبش جمله بصراحه انت ما فهمتش الفيلم، اصلك انت لما اتفرجت على الفيلم ده ما فهمتوش وما عملتش والكلام ده. انا اكتر جمله بكرهها هي الجمله دي. مفيش حاجه اسمها انت فهمت فيلم، مفيش حاجه اسمها واحد ما اتفرج على الفيلم ده ما فهمهوش، مفيش حاجه اسمها كده. لان ببساطه كلنا لما بنتفرج على الفيلم بنطلع بتجربه مختلفه. انا غير واحد، غير اتنين، غير تلاته، غير اربعه، غير خمسه. اي حد اتفرج على الفيلم ده واتفرج على فيلم مختلف غير اللي التاني اتفرج عليه، لان كلنا لنا منظور مختلف عن الاخر. عشان كده مفيش حاجه اسمها الفيلم ده انت ما فهمتوش فعشان كده ما عجبكش. لا، انت فصلت من الفيلم ده فببساطه وما عجبكش، وهي اذواق. ما ينفعش حد يجي يشرح لك فيلم يبقى هو ده الشرح الصحيح، ده شرح من وجهه نظره هو. مش حد ينفع يقول لك لا هو ده بقى الصح، لا هي دي الشرح المظبوط اللي ما فيهوش مشاكل. انت ممكن تتفرج على الفيلم ده تطلع شرح تاني مختلف عن اي حد يطلعه. وهي دي متعه الافلام، ان انت لما تتفرج على فيلم تعرف تطلع تجربتك الخاصه من هذا الفيلم. وعشان كده سبب ان الافلام كلها دلوقتي وحشه، ان الافلام بقت مباشره زياده عن اللزوم. بقى بيحاول يديك بالمعلقه يزغطك بيها فكره الفيلم على فكره البتاع على مش عارف ايه. وبص شويه سي جي اي حلوين بقى، هم حلوين كده بقى استمتع بيهم، على مشهدين اكشن بتاع مش عارف ايه الكلام ده، وتطلع كلنا واخدين نفس التجربه لان الفيلم كان مباشر جدا. ولكن الفيلم اللي فعلا حلو واللي فعلا حقيقي هو الفيلم اللي بيخلينا كلنا طالعين مستمتعين بالفيلم بشكل مختلف. لازم تستمتع بالفيلم ده عن طريق ان انت تسلم نفسك ليه. الناس اللي اشتغلت على الفيلم ده هي بتبقى عارفه كده، ثق فيا، حس الفيلم، حس بداية الممثل ده،
حس بالساوند تراك اللي انا حطها لك، بزوايا الكاميرا، عيش جوه هذا العالم، استمتع بالساعتين، بالساعه ونص، بالوقت بتاع الفيلم ده. ان شاء الله لو كان 5 ساعات يا سيدي، سلم نفسك واستمتع بيه، وفعلا هتطلع بتجربه مختلفه. وهي دي اجمل حاجه في الصناعه عامه، سواء كانت افلام بقى، مسلسلات، انمي، اي حاجه من ده، هو انك تسلم نفسك، تحس بالناس دي، ساعتها انت لوحدك هتتذوق جمال هذا الشيء. عشان كده فيلم زي انترستيلر مثلا فيلم عظيم، لانك لما بتسلم له نفسك وما بتحاولش تفهم بقى الفيزياء كتير والكلام ده كده، بتسيب نفسك للساوند تراك الخرافي، بتحب الفيلم ده. شكرا لكم على وصولكم لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الدعاء لاخواتنا في فلسطين، في جميع الدول العربيه، الناس اللي بتعاني دي، ما ننساش ندعو لهم، دي اقل حاجه نقدر نعملها لهم. ما ننساش في عز التلج والشتاء اللي احنا عايشين فيه ده، ان احنا ندعو لهم انها تكون ايام سهله عليهم ان شاء الله، وربنا يكون في عونهم جميعا في كل الدول العربيه. ولا نملك الا الدعاء، فلا نتوقف عن الدعاء، لا نتوقف عن النشر، لا نتوقف عن الكلام. دي اقل حاجه احنا نقدر نعملها للناس. شكرا لكم على وصولكم لهذا الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وايه، السلام عليكم.